عايز تضرب بقوه، تتحرك بسرعه وتبقى الوحش اللي كل الناس بتخاف تواجهه. تعال اقول لك على اقوى 5 ضربات في المواي تاي علشان تبقى الوحش اللي مستحيل حد يقف قدامه. اول ضربه عندنا هي الكروس بانش. الضربه دي لو طلعتها صح هتقفل الموضوع خالص. خلي بالك السر هنا انك تلف جسمك كله مع الضربه، مش مجرد حركه بس بالايد. جربها كده وحس بالقوه. اللو كيك دي مش ركله وخلاص، دي مفتاحك علشان تقطع رجل الخصم خالص وتخليه مش عارف يقف على رجله. فكر فيها كانك بتقص شجره من جذورها. الفرونت دي مش مجرد حركه، دي قنبله. دي بالذات لازم تستخدمها في المسافات القصيره. يعني لما الخصم يحاول يقرب منك لازم ترد عليه بالركبه يمين او الركبه الشمال. الابر البو هاش معاه سلاح سري بيدمر في ثانيه. الكوع ده سلاح والناس دايما بتنسى خطوره السلاح ده. فرونت كيك دي زي زرار البول، مش بس بتبعده عنك، بتوقفه تماما وبتديك فرصه تهجم من جديد. دول كانوا اقوى 5 ضربات في المواي تاي، بس الحركات دي مش كفايه، محتاج تدريب واتقان عشان تستخدم الضربات دي صح 100%. ابعت لي دلوقتي وابدا رحلتك معايا عشان نبني مهاراتك ونخليك خصم مستحيل حد يهزمك.